محدش يقول ان ابو القدس بيمثل الكنيسه وبيقول للشباب تختاروا مين. الكلام ده مش مظبوط خالص. انا المركز الكاثوليكي عندي لما اخترنا الرئيس الفتره اللي فاتت كانوا اختاروا 3 4، ما بنقدرش نقبل اي حد. بعد الكلمات الجميله للمستشار رفاعي نصر الله والشيخ مظهر شهيد والفنان محمود الجندي، اللي انا اقدر اقوله بتواضع بكلمات بسيطه جدا. انا جاي احمل رساله سلام بالفعل لمصر، وهي بقول له يا رب اجعلنا جميعا اداه للسلام، فنضع الحب حيث البغض والمغفره حيث الاساءه والاتفاق حيث الخلاف والحقيقه حيث الضلال والايمان حيث الشك والرجاء حيث اليأس والنور حيث الظلمة والفرح حيث الكآبة. اللي احنا كلنا نشهد بيه جميعا. في هذه اللحظة مش محتاجين نختار أي رئيس مجاملة. لو أنا شايف أخويا ما ينفعش يبقى رئيس ما اختاروش، وكلنا على قلب واحد وفكر واحد ورأي واحد، عارفين مين بالفعل يقدر يكون في هذه المرحلة بقيادة مصر. محتاجين واحد ذو شخصية قوية جدا يقدر بالفعل يحافظ على حدود مصر جميعا، يحافظ على اقتصاد مصر، يقوم بمصر في هذه اللحظات اللي كلها تحديات. رئيس لوحده مش هيقدر، رئيس لوحده مش هيقدر يقوم بكل دوت، ولكن محتاج نحط ايدينا المخلصين زي حضراتكم، ان كلنا ايدينا معاه وايدينا مع المشير عبد الفتاح السيسي، اللي انا بقول له شكرا بالفعل انه لبى طلب الشعب المصري بانه نزل الانتخابات، وشكرا لكم.